السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور محمد جودة، عايزينك ترشح لنا قطرة مرطبة نستخدمها. في الحلقة دي هنتكلم عن أفضل 5 قطرات مرطبة في سنة 2025. قبل ما نقول أسماء القطرات وبنستخدمها إزاي، حابب أعرفكم بصورة بسيطة المركبات بتاعت قطرات الترطيب بيبقى شكلها عامل إزاي. أول حاجة وهي صورة القطرات، قطرة العادية اللي فيها السائل أو المية اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة التانية وهي صورة الجل، اللي هي القطرة السميكة اللي بتقعد في العين لفترات طويلة. والحاجة التالتة اللي احنا بنسميها ليبيد بيز او دي دهون. ايوه، قطرة فيها دهون. الحاجة الرابعة القطرات اللي في صورة امبولات او السنجل دوز يونت، او القطرات اللي بدون مواد حفظ. امتى هستخدم كل واحدة من دول؟ وخلينا نتكلم في اول واحدة وهي القطرات. والقطرات هي الصورة المعتادة اللي احنا بنستخدمها، اللي بيبقى فيها الشق المائي جوه القطرة. ودي غالبا بتبقى مسؤولة عن تعويض برضو الشق المائي بتاعت الدموع بتاعتنا اللي بتقل، سواء بتقل بسبب نقص في إفراز الدموع أو بتقل مع الوقت نتيجة استخدامنا الأجهزة الإلكترونية كتيرة، فالدموع بتاعتنا بتنشف بسرعة. ودي اللي احنا بنستخدمها غالبا في أغلب الحالات بتاعتنا بنسبة تتعدى 80%. بتستخدم على مدار اليوم وبتستخدم بصورة متكررة. الحاجة التانية وهو الجل أو القطرة السميكة، هي نفس المادة المرطبة ولكنها سميكة جدا. ودي بتناسب أكتر الناس اللي عندهم تبخر في الدموع، والناس اللي بيصحوا بيلاقوا إن عينيهم حرقاهم جدا. فبتستخدم غالبا مش لفترات طويلة، يعني مش بتستخدم عدد مرات طويلة، هي بتفضل في العين فترة طويلة. فبنستخدمها قبل النوم ووقت الصحيان، ومناسبة للناس اللي مش عايزة كل شوية تقعد تستخدم قطرات مرطبة بصورة كبيرة. في بعض الناس القطرات أو اللي هي في صورة جل بتبقى بتلزق الرموش أو مش مناسبة ليهم فبتضايقهم. وجينا لشق تالت وحاجة اسمها الليبيد بيز. والقطرة نفسها بيبقى فيها شق دهني، والشق الدهني ده بيبقى مسؤول عن تعويض نقص الجزء الدهني في الدموع، في أمراض زي التهابات الجفن المزمن ومشاكل الغدة النبونية. واتكلمنا عنها قبل كده وذكرنا واحدة فيهم موجودة في مصر تقريبا الوحيدة، واسمها نافي لايبو. يعني ما هياش موجودة مش منتشرة قوي، بس بعض الناس اللي أنا جربتهم عليها شكروا فيها جدا. آخر حاجة بقى وهي القطرات اللي هي في صورة أمبولز. والقطرات اللي في صورة أمبولز دي معلهاش مادة حافظة، وانت بتلاحظ ان هي غالية شوية فعلا، بس هي مناسبة للناس اللي عينيهم بتتهيج، الناس اللي عندهم التهاب مزمن وهياخد قطرة الترطيب لفترة طويلة ومش عايز مادة حافظة في القطرة تهيج له عينه أكتر. أو واحد مثلا لا قدر الله عنده ارتفاع في ضغط العين جلوكوما، وده مسبب له جفاف عين، فقطرات الجلوكوما كده كده مؤثرة على أنسجة العين وعاملة جفاف عين. فإحنا محتاجين حاجة ترطب العين وفي نفس الوقت ما تزودش التوكسيسيتي أو السمية بتاعة القطرة على أنسجة العين. ودي غالبا بتيجي في صورة أمبولات، بنفتح الأمبول نحط منها ونقفلها مرة تانية. نيجي بقى بعد كده دلوقتي لأسماء القطرات، وأنا هنا عايز أتكلم إن ده مش إعلام خالص، بس لو في أي شركة عايزة تدعم محتوى زي ده بتراسلني على الخاص أو على الإيميل بتاعي أو رقم الواتساب بتاعي اللي هسيبهم في أول تعليق على الفيديو. وبرضه جدير بالذكر إن أنا أكيد ما جربتش جميع أنواع القطرات اللي موجودة في السوق، ده بناء على تجربتي الشخصية في عدد محدد من القطرات اللي بستخدمها، وبناء عن رد فعل الناس اللي هم بيقولوا لي أنا لما خدت القطرة دي اتحسنت أوي. أنا هنا أقسم القطرات لثلاث فئات. الفئة الأولى وهي القطرات اللي هي مناسبة لحالات جفاف العين البسيط، والتانية القطرات المتوسط، وقطرات التالتة لقطرات اللي هي مناسبة بقى للناس اللي عندهم جفاف عين شديد، ربنا يشفينا ويشفيهم. هنبدأ في الأول في الفئة بتاعة الواحد عنده شوية جفاف عين بسيط، يعني مش محتاج حاجة متخصصة، قاعد قدام الكمبيوتر عينه حرقته فعايز يروح يشتري حاجة. فأنا برشح 3 أنواع. أول حاجة قطرة اسمها نورموتيرز، تاني قطرة اسمها هاي فريش، وتالت قطرة اسمها سولو فريش. دي قطرات ممتازة لجفاف العين البسيط، أو لو أنت عايز تنظف عينك، عايز تبقى معاك حاجة مرطبة ومش بتشتكي من حاجة، القطرات دي هتبقى مناسبة جدا وسعرها أكتر من ممتاز. وبضيف عليهم القطرة رابعة، معلش كنت نسيتها، قطرة لوبريستير. يبقى كده احنا اتكلمنا عن 4 أنواع قطرات في الفئة الأولى. الفئة التانية بقى مناسبة لبعض الحالات اللي هي عندها جفاف عين متوسط شوية، وساعات أنا كمان بكتبها بعد عمليات التصحيح. ودي عيلة البولي فريش، والبولي فريش في منها 3 أنواع: البولي فريش العادية، البولي فريش إكسترا، والبولي فريش أدفانسد.
بوليفريش اكسترا دي الصوره بتاعه القطرات اللي هي سنجل دوز يونتس اللي ما عليهاش ماده حافظه من الشركه بتاعه بوليفريش. والبوليفريش ادفانسد هيها البوليفريش ولكن مضاعفين الجرعه بتاعه الماده اللي فيها، الماده المرطبه. ودي قطرات ممتازه وسعرها مناسب، ممكن تستخدمها وبدون استشاره الدكتور. الفئة التالتة بقى ودي الفئة بتاعة القطرات المستوردة، ودي مناسبة للناس اللي عندهم جفاف عين شديد. وأنا في الفئة دي بكتب 3 قطرات، هاخدهم من رقم 3 لرقم 1. رقم 3 قطرة الأكوالارم، واتكلمت عنها قبل كده. دي قطرة فيها مميزات كتير قوي، العبوة كبيرة وقطرة مستوردة، وكمان معليهاش مادة حافظة، على الرغم ان هي مش محطوطة في امبولات ولكن معليهاش مادة حافظة. هي فيها نظام فالف صمام بيمنع القطرة لما تعصرها ان هي تفضي القطرة اللي جواها، فانت كده كده مستفيد من كل المادة اللي موجودة فيها. والقطرة رقم 2 هي قطرة البلينك، والبلينك موجود فيها الصورتين، صورة القطرة وصورة القطرات الأحادية السنجل دوز يونت، برضه قطرة ممتازة وأثبتت كفاءة على مر السنين. هنيجي هنا بقى دلوقتي لأفضل قطرة وأكيد كلكم عرفتوها، وهي قطرة السيستان ألترا. السيستان ألترا بتمتاز إن هي القطرة تقريبا رقم 1 في السوق المصري والسوق العالمي. لما تمتاز بيه من كفاءة وقوة في الترطيب بتاع العين. فيها 3 مركبات مختلفة لترطيب سطح العين، وهي بتتحول بالذات الانواع الجديده اللي فيها اللي هي اسمها سيستان الترا هيدريشن، بتتحول لكومبوننت او مركب في العين يشبه الجل، فبتقعد فتره اطول شويه. طبعا يعيب على الفئه الثالثه ان اسعارها اغلى شويه من الفئه الثانيه والفئه الاولى، فدي احنا بنحافظ عليها للناس اللي محتاجاها. وبرضه هي بتنزل في صورتين، صوره القطره وصوره القطرات الاحاديه. بنوه تاني وتالت ان انا اكيد ما جربتش كل انواع القطرات، انا جربت كميه او انواع محدده انا ارتحت فيها والمريض بتاعي يرتاح فيها. لو اي حد من شركات الادويه عايز يدعم محتوى اعلاني دعائي للقطارات بتاعتهم بيشرفونا وبيتواصلوا معايا، وبيبقى شرطي الاول والاخير ليهم ان احنا بنجرب القطارات بتاعتنا دي على مرضى بيقولوا لنا رايهم، بحيث ان هو رايهم العلمي محترم وانا رايي العلمي محترم، بس في الاخير مين رايه اللي يحترم؟ المريض. المريض رايه هو اللي بيحترم. القطارات دي كلها انا مجربها على كميه كبيره من الناس، يعني شركات كتير كانت بتدي لي ستوكس كبيره قوي من القطارات ان انا اجربها على الناس واقول رايي فيها، بالذات لو قطارات جديده. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا المحتوى ده يعجبكم. لو حابين ان احنا نعمل تقييم لمنتجات اخرى في طب وجراحه العيون عرفوني في التعليقات. لو انت استخدمت نوع من انواع القطرات اللي انا قلتها او حتى ما قلتهاش اكتبها لي على الخاص وقول لي ايه اكتر قطره مرطبه ريحتك.